وردة ما جاتش ليه؟ عيانة. لما تخف بقى هتخف هي ابدا. كلامك معايا ناشف ليه؟ نزل رجلك اكسرها لك يا عبد الواطي. انت جننت على عرف. انت جننت معلش انت جننت يا جدع. الله ده سيد الناس يا جدع. يا عم بلا سيد الناس بلا فقر الناس. مشي الواد ده من هنا لا كسر نافوخه. يا معلم خش جوه يا معلم. خش معلش يا معلم معلش سامحه انت الكبير. ايدي باينه هفت على وشك يا معلم. معلش سامحه معلش اصل ظروفه تعبانه قوي. بتخانق مع الجماعه بتوعه. ما انت عارفها البنت ورده بنت زنوبه. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الواد ده ايه. بس ما تقولش واد. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اقعد اقعد. يا حاج درويش، سألتش اخوك عيسى كان بيصرمح فين ليلة البارح؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، انا لا اتسرمحت ولا اتهببت. وديني وما اعبد لكن في يوم من الايام مكسر نافوخك. ليه؟ عمل ايه الواد المهياص ده؟ ربنا ستر يا حاجة، كان هيوجعنا مع دار البكروة. البكروة؟ يا مصيبتي، الناس النمر اللي بيحبوني؟ ايوه ياما، بسلامته كان عامل نفسه عفريت. طلع للحاج ابو بكر وهو داخل الجامع يتوضا عشان يخضه. من حسن حظي كنت باخد لجنه عند حماده الحلاج. طلعنا نجري على الزعيم، لقيته ماسك في خناقه ومش عايز يسيبه، مصمم يوديه للعمده. اترجيته يسيبه وكلته قلمين على جفاه. بره منك يا دي الولي، أنا خلاص حطيت صوابعي العشرة منك في الشرب. بعد ما تخلص اكل تاخد الجمل وتطلع على ميت الديبه، تساعد الحاج سالم غنيم في نقل شوار بنته لعريسها، تنجطه مشوار روسه وتسلم عليه. ميت الديبه؟ فركة كعب، فركة مخ، كلمة زيادة مش عايز. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. سوقك فين يا صادق؟ نشرت ان شاء الله، وبعده قلين، وبعده شيرين، وبعده صروي، وان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر هكون هنا يوم الثلاث عشان احضر سوق البلد. ربنا معاك. يرجعك سالم غانم. شحال غنمك يا عباقي؟ عندي 4 نعجات مخستكين، يا ريت اخويا صادق ياخدهم معاه يشوف لهم صرفه. ومال طلعهم لي، ولو انهم يعني هيتعبوا من طول المشوار ما تخليهم من سوق البلد. مفيش غنم هتتباع، أنا هداويهم بنفسي. فرح أخوك عبد العزيز جرب ولازمنا دبايح كتير. يعني ما تذبحوليش غير الغنم التعبانه؟ نشتري عيد. عيش لواحد ما يكفيش. لما يجي الفرح يحلها الحلال يا عبد العزيز. يسويها ربنا. النهارده عايزين غدا الانفار بتوع العزيز. أخوك طاهر هيلحقك بيه عند أذان الظهر. هات لي يا ابني كوبايه شاي خلينا نتكل على الله. انا جاهز اهو شاو. بس شاد بصحتك وعافيتك، اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول. كيس تاخد لك قدر وتقع مش مهم، المهم انك ما تستسلمش وتنام، لا لازم تقوم على طول. انت يظهر شفت كتير قوي يا حاج. انا لو حكيت لك حكايتي مش هتصدق. عدم مؤاخذة يا حاج، انت منين؟ أنا من اسكندرية.
أبويا كان أكبر صياد، ومرة واحدة ركبوا النحس. المركبتين اللي كان بياكل منهم عيش غيرهم، اتحصر ومات. سابني وانا لسه يا دوب عندي 11 سنة. واول ما كبرت لسه هقول يا هادي، امي حصلته وبقيت وحيد في الدنيا لوحدي. أني ما كنتش غاوي بحر، اشتغلت عتال على عربية نقل لحد ما جات لنا نقلة هنا في الوكالة، ومن يوميها ما رجعتش في العربية اللي جابتنا. يعني النقلة دي كانت قدم الساعة دي يا حاج؟ السعد ده جه بعدين